خلي ليك عادة أو حاجة متعود تمارسها بتميزك أو بتسعدك ومش كتير في حياتك يعرفوا عنها. كان عندي يعني أنا قعدت 13 سنة في حياتي باخد غروب الشمس على البحر، أو حتى لو سافرت بروح لمكان فيه مية، ولو مفهوش مية بيبقى في الجبل. وقت الغروب لازم أكون موجود في الطبيعة وأشوف الشمس وهي بتنزل وأتأمل قبل الغروب. كانت تيجي وكنت ببني جدول شغلي على السانسيت، على غروب الشمس. يعني مثلا لما كنت في دبي كانت الساعة 4 بتيجي، خلاص الناس ما بتعرفش أنا فين ولا أصحابي، قليل منهم بعدين اللي عرفوا يعني الموضوع ده. عندي غروب الشمس شيء مقدس، لازم أكون على البحر. وأنا هناك شفت أول منتور ليا قابلته هناك، كان مستر عبد الغفور. شخص كان قعيد، كان بيجيبوا الخادم بتاعه على كرسي وهو نايم عليه مسطح، فلما يوصل للبحر الولد يرفع ظهر الكرسي عشان مستر عبد الغفور يعرف يشوف الشمس، غروب الشمس. بيجي كل يوم. فقررت في يوم ان انا اروح اخترقه، يعني اشوف مين ده، انت بتعمل إيه؟ انت مين؟ رحت فعلا وتعرفت عليه، وطلع حد جميل قوي قوي قوي، ملهم. والراجل ده جات لي على لسانه حاجات كتيرة جدا في الحياة. وهو عنده شلل نصفي بسبب حادثة تعرض لها في لندن. هو كان راجل أعمال كبير قوي، وعملت له تلف أجزاء من المخ. ولكن هو كل يوم بيحب ياخد السانسيت على البحر. واللي عرفته بعد ما اتسحبت عليه بشوية ان كل يوم بيروح المقابر يأكل الحمام هناك. وفي يوم شفته برضو جايب مراته، برضو هي عيني قاعدة على كرسي بعجل. قد ايه الفكر ممكن ناس تانيين في سنهم وفي ظروف مرضهم ما يفرقوش البيت، ولكن هي دي الحاجات اللي بتبقينا على قيد الحياة بصراحة. يعني فخلي ليك حاجة كده بتمارسها مش كتير يعرفوا عنها في حياتك.